وجاب المحدثون والعلماء عن التشديد عليهم وبأنه بضرب أعناق المخالفين. نعم. فقد الإمام أحمد ومحمد بن نوح حمل وذكرناها القصة الحمد لله، يعني ليلتها دعوا الله فأهلك الله المأمون في ليلة وصولهم له يا شيخ، ولا كان بيقتلهم ايش بسيفه، بسيف النبي اللي متوارثه. نعم. وكان المعتصم يشفق على الإمام أحمد. المعتصم يقولون كان يحب الإمام أحمد كثير لما كانوا قبل، يعني كان يجي عند أحمد دائما، فكان يجي في السجن يقول له بس أنت قولها بإذني أنك تقول القرآن مخلوق أنا أطلعك من السجن. أحمد يقول له أنا بس جيب لي يعني لو ربع دليل من كتاب أو سنة أو صحابة أنا حاضر أقول. ما عندكم دليل، كيف تبيني أقول شيء ما عليه دليل يا شيخ؟ بغداد كلهم في بغداد. وين الدولة العباسية؟ وين لا كنت تفكر في أفريقيا؟ أنت توديهم أفريقيا. الدولة الأموية في الشام دمشق، والدولة العباسية في بغداد. حملوا والله العلماء اللي جابوهم من مصر واللي جابوهم من كلهم جابوهم أو يمتحنونهم ويقيمون عليهم هذه الشروط، وهذا الله المستعان. نعم. وذلك لأن المأمون قد أنصى الله من الجد في مسألة الامتحان وحمل الناس عليه، ثم جاء الواقع وسار بصفتهما واشتد على أهل الإسلام حتى ساروا. الله المستعان. يقولون يعني تعبوا هم نفسهم